السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ودائما تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فاليوم إن شاء الله كنقترح عليكم وصفات لمائدة الإفطار، فيها وصفات صحية، فيها وصفات كذلك كتحضر في أسرع وقت ممكن، ما تحتاجيش أنك توقفي في الكوزينة، مثل السلطة الصحية وكذلك الحساء الصحي. كاين بطبوط معمر، كاينه تحلية وعصير. كنتمنى وصفاتي ينالوا الإعجاب ديالكم. ما تنساوش أنكم تشجعوني بلايك وتشتركوا في القناة. يلا خليكم معايا. فبسم الله على بركة الله. اول حاجه كنديروها كما العاده وهي كنسبقوا التحليه. كناخذوا لتر من الحليب كنوضعوه في الخلاط الكهربائي. في الحقيقه هذه التحليه هي اللي سبق لي شاركت معكم وهي المفضله عند مالين الدار، فهي اللي كنعتمد دائما. كنضيف على الحليب 2 حتى 3 ديال البنانات، وكنضيف 7 ديال التمرات. الا عندكم داك التمر المعسل راه تيجي زوين في هذه التحليه. انا راه كنستعمل داك المعسل، عرفتو داك السكري، عرفتو روعه في هذه التحليه، تيجي رائع. وما نكذبش عليكم هذوك التحليات ديال النشا وداك الشيء، ما نكذبش عليكم يعني ما عزيزينش على اصحاب الدار. كنحاول دائما نشوف شي حاجه اللي صحيه، واخا هذه فيها الفلون ولكن كومين فيها التمر والبنان. فضفت ملعقه كبيره ممتلئه من اللوز المطحون، وكذلك ضفت الفلون اللي وريتكم ديال الكراميل. صافي كنخلط في الخلاط الكهربائي وعلى نار متوسطه. كنبقى نحركو حتى كيقرب يفيض، وصافي كنحركو شي شويه، واحد 2 دقائق، وصافي كنطفيو عليه. صافي من بعد ما كيدفى غير شي شويه كنوضعوه هنايا في كؤوس التقديم وكندخلو الثلاجه باش يبرد. من بعد غنجي نحضر معكم واحد الحساء اللي تيجي صحي. عندي هنايا بصله خضاريه اللي قطعتها كما شفتوا قطع صغيره دوائر هكايا. ضفت شويه ديال زيت الزيتون، ضفت مليحه، ضفت الابزار، وغادي نضيف شويه ديال السكنجبير او الزنجبيل. صافي غادي نشحر شي شويه، وكنضيف العدس الاحمر، واحد الكاس هكا ديال العنبه ديال العدس الاحمر. غسلته مزيان وبقيت كنغسلو عده مرات تحيدت له داك النشا كله. من بعد وضعته هنايا وقطعت خيزو، قطعت القرعه الحمراء كذلك غادي نضيفها على العدس. ودائما نحاولوا حتى في الحساء نقليو ولا نشحروا حتى هاد الخضيره هذه باش تدخلها العطريه. عاد كنرويو كنضيفوا كميه المياه اللي غطيب لينا هاد الخضره هذه، وصافي كنخليوها حتى كطيب. ودائما كما تنقول لكم الخضره في الحساء نحاولوا ما امكن ما نطيبوهمش بزاف، نخليوهم شي شويه، يعني ما نوصلوش ديك الدرجه هكا يطيبوا حتى كيهراو، باش يبقاو بالفوائد ديالهم. كذلك حتى العطريه كما شفتوا معايا ضفت غير مليحه الابزار الزنجبيل فقط، يعني ما نكثروش العطريه في الحساء باش هكا نتذوقوا المذاق ديال الخضار. صافي من بعد ما كتبان ليا الخضره ديالي راها طابت، كنضيف شويه ديال البقدونس وشويه ديال الكمون في الاخر، وكنطحنها. من بعد ما كنطحنها راه كنعاود نردها على النار. الى بنت لكم قاصحه كتضيفوا شويه ديال الماء يكون طايب، ولا بنت لكم هي هذيك صافي كتضيفوا شويه ديال زيت الزيتون، وصافي كتخليوها حتى كتطلع عليها الغليه. صافي كطفيو عليها. انا هنايا كما كتلاحظوا القوام ديالها جاني هو هذاك، يعني ما ضفت لا ما لا والو. صافي طفيت عليها في هاد الاثناء. صافي كنجيو باش نحضروا البطبوط ديالنا. عندي هنايا واحد 3 ديال الكيسان ديال فرينه هي دقيق القمح الرطب، الا ما عندكمش استعملوا الفورس. كنضيف كذلك واحد 2 كيسان ديال الفينو. صافي كنضيف شويه د المليحه، كنضيف شويه ديال السكر اللي هو سنيده ملعقه صغيره، كنضيف الخميره الفوريه وشويه ديال زيت الزيتون. صافي غادي نبقاو نجمعوا بالماء الدافئ. وبالنسبه للبطبوط باش يجيكم ناجح كما هذا اللي درت انا اليوم، صراحه جا غزال جا فن. عرفتوا كتجريوه شي شويه، حاولوا ما امكن هكا تجريوه شي شويه، كثروا ليه شويه الماء يعني ما يجيش قاصح. المهم لا تيكستور ان العجينه تكون تتلصق لكم في يديكم، تما راه تيخرج لكم واحد البطبوط مفشفش وخاوي، تيجي رائع. تقدروا تاكلوا به الطاجين
تعمروه بطيبيطات هكا بشي حشوه بارده ولا حشوه سخونه. يعني المهم راه تيجي واحد البطبوط اللي ناجح. غير فقط ديروا هاد النصائح اللي عطيتكم، وهو جريوه شي شويه، دلكوه غير شي شويه، راه ما كيحتاج شد ليك بزاف، دلكوه شي شويه وصافي. صافي تقدروا توضعوه هكا في كيس بلاستيكي. راه الكيس البلاستيكي راه عنده واحد الدور مهم بزاف، راه كيدلك، كيخلي العجينه مدلوكه. يعني العجينه كتدلك راسها براسها الا وضعته في كيس بلاستيكي. انا هنا غير غطيته كما شفتوا لا تيكستور ديال العجينه رطبه وكتلصق. صافي غطيته بكيس بلاستيكي وصافي خليته تخمر مزيان. خصو يخمر مزيان. من بعد ما كيخمر كما لاحظتوا معايا كنحاول نخرج منه داك الهواء. انا راه خليته حتى خمر مزيان. وشوفوا لاحظوا معايا العجينه كي دايره كتلصق، ولكن راه خرج واحد البطبوط كما غتشوفوا معايا. يا سلام، جا خاوي من الوسط، جا رطيب ومفشفش. صافي كنقطعوا هكايا دي مورسو، وتقدروا تستعنوا بشويه ديال الفينو. صافي غنشكلهم هكايا كرات بهذا الشكل هذا. انا هنايا غادي ندير واحد الشكل اخر ديال البطبوط تيجي طويل بحال ساندويش. ما غنديرهمش هكا دويورات، لا غتشوفوا معايا غادي نطولهم يجيو بحال باغيط هكايا في الشكل ديالهم. صافي كنحاول نستعن غير بالدلاك، صراحه كيعاون شويه حتى هو، وخصهم يجيو رقاق. يعني حاولوا ما امكن ترققوا شي شويه. كما لاحظوا معايا راه العجينه راه كتلصق، ولكن واخا داكشي راه جا يا سلام. صافي كنحاول نشكلهم هكايا على شكل طولي بحال باغيط هكايا، ولكن تيكونوا واسعين. غنشكلهم كاملين هكا ودرت شي وحدين دوائر، يعني بطبوط عادي اللي مولفين، هو باش كلينا الطاجين. لان حنا ماشي كنطيبوا كلشي في الفطور، لا كنمشيو حتى لمورا التراوح وكنعاودوا نديروا الطاجين، هو باش كنتعشاو مع ديك 12 هكاك كاع الا طولنا 12 ونص. صافي الواحد كينعس واحد شويه وكيفيق مع السحور تياكل تحليه ولا دانون ولا ديسير هكا، المهم وتيصلي صلاته. صافي هذا هو السيستم ديالنا حنايا في رمضان. يعني ضروري ما نطيبوا داك الطاجين مورا التراوح، هو باش كنتعشاو. صافي شوفوا معايا البطبوط، من بعد ما شكلتهم كاملين مباشره كنجي نطيبهم، ما كنخليهمش يخمروا لا، باش هكا ما يشيطوش الخميره وما غاديش يتنفخوا لكم. بمجرد ما كتقرصوهم صافي كدوروا كطيبوهم كتصبقوا الولا اللي قرصتو. ولاحظوا معايا السر باش هكا تيتنفخ لكم، وهو تبقاو تقلبوا كل مره غادي تقلبوها. تحسبوا ديك 30 ثانيه كتقلبوا، تحسبوا 30 ثانيه وكتقلبوا حتى شوفوا. تلاحظوا معايا كيتنفخوا تيجيو خاويين في الوسط وتيجيو مفشفشين، تيجيو رائعين. اعتمدوا هذه الطريقه ان شاء الله غادي ينجح معكم البطبوط. وبالنسبه للحشوه اللي غادي نعمر بها البطيبيطات، فاليوم غادي ندير حشوه سخونه. يعني تقدروا تعمروها بحشوه بارده ولا حشوه سخونه. انا اليوم فضلت نعمر بحشوه سخونه. عندي هنا صدر الدجاج واحد الكميه قطعته دي مورسو هكا، تقدروا تقطعوه على شكل طولي بحال الشاورما. عندي هنايا بصله مشلضه، ضفت شويه ديال زيت الزيتون، شويه د البزار، شويه د الملحه. غادي نحاول نشحر هاد العناصر، وكذلك غادي نضيف شويه ديال بودره الثوم اللي تقدروا تعوضوها بالثوم الاخضر. غادي نضيف كذلك واحد شويه ديال السكنجبير او الزنجبيل، مع شويه ديال القزبر يابس مطحون، مع شويه ديال عصير الليمون او الحامض. العصير ديال الليمون اللي هو الحامض كيتواتى مع الدجاج بزاف وتيجيكم فتي وتيجيكم بنين. هنايا كنضيف شويه ديال الكركم اللي هو الخرقوم، وغادي نضيف كذلك حتى شويه ديال البابريكا من بعد.
اللي هي التحميره، وضفت كذلك فلفل الوان هنايا مقطع مكعبات صغارين. صافي راه غادي نحاول نشحر هاد العناصر كلها كما العاده حتى كتشحر والدجاج ديالنا كتحسوا به راه طايب وصافي تيتشرب ديك العطريه كامله. في الاخر راه كتضيفوا شويه ديال البقدونس، وغادي تضيفوا كذلك شويه ديال الزيتون اخضر مقطع الى متوفر عندكم، مع جبن احمر. صافي هادو هما العناصر. وراه ضفت شويه د لا موطارد الى عندكم، ما عندكمش بلاش، حتى هو كيزيد الحشوه واحد البنه. صافي هادو هما العناصر اللي استعملت في هاد الحشوه هادي. صافي وكنجيو نعمروا البطبوط ديالنا. غادي نوريكم بعدا كي جا من الداخل، راه كله جا خاوي كما كتلاحظوا، جا مفشفش وجا رطيب جا فن. هنايا كنحاول نضيف واحد شويه ديال المايونيز بهذه الطريقه، كنابليكيه بهذا الشكل هذا. المايونيز راه انا اللي حضرته مايونيز منزلي صحي بزيت الزيتون. اللي بغات تعرف الطريقه تدخل لا فيديو ديال الفطور الاول من رمضان، راه حضرته معكم وريتكم الطريقه. صافي كما لاحظتوا راه كنضيف شويه ديال الخس، شويه ديال الحشوه وشويه ديال البطاطا اللي حمرتها في الفران وتيجي بهذا الشكل هذا. دابا هنايا غادي نحضر معكم واحد العصير اللي تيجي رائع. عندي الفريز، عندي بربه مسلوقه، عندي البنان، عندي مركز البرتقال اللي سبق لي حضرت معكم في لا فيديو السابق. اللي بغات تعرف الطريقه دخل تشوف لا فيديو. صافي كنضيف شويه ديال الماء وصافي كنعصر، كنحصلوا على عصير زوين بزاف. وغادي نجيو نحضروا واحد السلطه اللي كنحتاج فيها الخس. عندي طوماط سوريز، عندي فكوس اللي قطعته قطع صغيره جدا. هنايا غادي نضيف شويه المليحه، شويه الابزار، زيت الزيتون، وغادي نخلط العناصر جيدا. غادي نضيف من فوق منها من بعد ما فرقتها في لي سالاديي كنضيف التفاح اللي قطعته دي مورسو مع لافوكا حتى هي، وشويه ديال بودور الشيا. وصافي هذه هي السلطه ديالنا اللي هي صحيه وزوينه وبنينه. هذا هو الحساء ديالنا اللي وجدنا، حساء صحي بالعدس الاحمر مع خزو والقرعه الحمراء، كذلك بطبيطات جاو صراحه غزالين، جاو بنان، والسلطه الصحيه حتى هي جات رائعه. كذلك التحليه اللي وجدت معكم زينتها بشويه ديال لي ميختي مع الفرامبواز والعصير. كنتمنى وصفاتي ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشجعوني باللايك وتشتركوا في القناه. خليتكم على خير.